تعالوا نعمل البسلة باللحمة الخطيرة دي، واعمل لك كده شوية سلطة خضرة جنبهم، حاجة كده تحفة. وطريقة التقديم الحلوة دي، تعالوا نشوفوا عملنا البسلة بالشكل الجميل ده ازاي ومستوية واللحمة دايبة دوب ونكهتها حلوة قوي، يعني الطبخ المصري على اصوله. نبدأ كده نشوف التقديمة الحلوة دي. انا قلبت الصينية وعملت يعني استغليت طاجن او صينية الكيك في التقديم الجميل ده. اعملي كده ودلعي ولادك، ويلا نشوف كده اللحمة دايبة ازاي. دايبة يعني مفيش كلام. عملتها بمنتهى السهولة. لو انتوا اول مرة على صفحتي على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لي فولو، ولو على قناتي على اليوتيوب ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايكات بقى، وقولوا لي كومنتات حلوة تشجعني. جبت عندي الصينية، حطيت فيها معلقة من السمنة ونزلت بالجزء الملبس كده من اللحمة، يعني اللي فيه كمية من الدهون، شوحته كده في السمنة. وبعد كده هنزل عندي كيلو من اللحمة مقطعة قطع كده، نزلت بيها على السمنة دي. النار عالية جدا علشان انا عايزة اصدم اللحمة صدمة عمرها. هصدم اللحمة كده صدمة على كل ناحية. النار عالية، اوعي توطي النار، علشان لو وطينا النار اللحمة هتنزل ميتها وهتبقى بتشد معانا وتبقى جامدة. عمالة اقلبها كده يمين وشمال لغاية ما خدت لون من كل ناحية. هبدأ اشيلها بقى من الصينية، وهزود معلقتين من الزيت وانزل ببصلة مقطعاها صغير، شوحها كده في الزيت ده مكان اللحمة. هتلم كل الصوص اللي نزل من اللحمة في الصينية. بصوا لون البصل عامل ازاي، افضل وراه لغاية ما يدبل زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندي كوباية ونص من البسلة كانت في الفريزر، انا غسلتها وصفتها وضفتها على البصل وقلبتها حوالي 5 دقايق، وبعد كده نزلت باللحم. على جنب كنت محضرة عصير طماطم حطاه على النار، انا ضايفة عصير طماطم وهو سخن، ضروري الخطوة دي. بعد ما غلى كده عصير الطماطم مع اللحمة، هبدأ اخلي جنبي كده غلاية على النار، كل شوية ازود مقدار كوبايتين مية بتغلي. انا زودت 3 مرات كوبايتين مية بتغلي. بعد كده ما دخلت على 3/4 سوا، هبدأ بقى اضيف الجزر بتاعي، وكتري شوية في الجزر علشان يكون طعمها مسكر وحلو. هقلب بقى. لغاية دلوقتي انا ما ضفتش اي توابل خالص عشان اللحمة بتاعتي ما تشدش. كمان انا ضفت كده في النص نص معلقة من السكر علشان اللحمة معايا تستوى بسرعة. دلوقتي بقى زودت معلقة الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود، وهقلب كويس. بس هي دي البهارات اللي انا هحطها. عندك كمان فصين توم مهروسين تضيفيهم. ده كده التوم عندي جايباه من الفريزر مهروس، ضفته على الخضار اللي عندي. بس ما تزوديش اي نوع من التوابل تاني لانها بتخلي فيه اختلاف تماما في الطعم. بس بقى سيبها كده بقى تغلي، كل ما تحتاج ميه هزودها ميه سخنه. تعالوا بقى نعمل السلطه بتاعتي. خدت اوراق البقدونس، الاوراق بس قطعتها، وخيارايه كده قطعتها، وكمان بصلايه محترمه هقطعها جوليان شرايح. تمام، هي السلطه بتاعتي عباره عن بقدونس وخيار وبصل بس. هقلبهم وهزود عليهم بقى، اسمعيني بقى في التزويده اللي انا هزودها: ليمونه، عصير ليمون. هزود كمان نص معلقه من السكر، نص معلقه من الملح، ومعلقه صغيره من الخل، ومعلقه سماق. قلبي بقى الخليط ده وهتاكلي احلى طبق سلطه ينفع جنب اي خضار. طبعا طبق الخضار ده هنقدمه جنب الرز الابيض، بيبقى تحفة جدا جنب السلطة دي. مش محتاجة بقى تعملي سلطة فيها طماطم لان انتي في كمية صلصة كبيرة جدا في الخضار ده. جبت بقى القالب بتاع الكيك الجميل ده، هبدأ اوزع فيه الرز بتاعي واضغطه كده كويس علشان لما اجي اقلبه يكون يعني ما يفرفطش. لازم اضغط الرز كويس في القالب. هقلبه بقى كده وازود بقى الخضار الجميل بتاعي في النص. ايه رأيكم بقى؟ اللحمة دايبة جدا والخضار مستوي والبسلة مستوية تماما والبصل تقريبا مش باين. طبعا السر في طريقة التسوية وفي الصدمة الأولى اللي احنا صدمنا بيها اللحمة. وكل ما نزود مية لازم المية دي تكون سخنة بتغلي، حتى صلصة الطماطم كانت سخنة. هنقدم بقى الطبق ده مع السلطة الخضراء اللي انا عاملاها. جربوها بجد، السلطة دي تحفة جدا جنب المشاوي، جنب اي نوع خضار، جميلة جدا. بصوا بقى البسلة بتاعتنا مستوية تماما، وسلام بقى عن المعلقة دي ما حصلتش. بجد الجو ده اليومين دول محتاج اكلات بالشكل ده.
نرجع بقى كده لأكلاتنا الجميلة. اللحمة مستوية دايبة كده. عارفة بقى سر الوصفة دي ايه؟ سر الوصفة دي ان احنا اعتمدنا على الملح والفلفل بس في التوابل. ما تزوديش اي حاجة تانية ولا اي حاجات من البودر اللي بتتباع في الماركت، ولا بابريكا ولا توم باودر ولا بصل باودر ولا اي نوع. حتى الكمون والكزبرة الناشفة ما حطيتهمش. هي دي البيسك بتاعها، يعني ده اساس الاكلة، يكون بالملح والفلفل وفص الثوم الاخير. وطريقة التسوية طبعا هي اللي مخلية النكهة حلوة واللحمة دايبة تماما. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تسيبولي لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم.